الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بجد ترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن المراجعة النهائية في البيزنس الصف الثاني التجاري ترم تاني. والامتحان أو المراجعة بتاعتي مكونة من الاختصارات، سؤال الاختصارات، الابروفيشن والترانسليت وصح وغلط وتوصيل، وكمان إن شاء الله هناخد اختر. ويلا بينا. بجد الترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. المادة بتاعتي هي مراجعة نهائية في البيزنس ترم تاني للصف الثاني التجاري. يلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتي. خطة المراجعة، معلش أنا بكرر كلام كتير عشان حضرتك تركز معايا. عاوز أفكرك إن احنا هناخد اختصارات وترجمة واختر وصح وغلط. ما ننساش دعم الفيديو والقناة وتفعيل جرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. السؤال الأولاني طبعا أكمل مكان النقط. طبعا أنا ترجمته عشان تشوف الكلام. طبعا انا مش بديك انجليش، مش بديك كورس انجليش، فحضرتك حاول تنزل الشريحة الدراسية، تنزلها على التليجرام وتحملها وتذاكر منها. اول حاجة نومانيل اللي هو اسمي، حساب اسمي. بوك كيبنج يعني امساك دفاتر. ريال هو حقيقي، والاكاونتنج يعني محاسبة. طبعا انا رتبت لك الحل هنا. نومانيل رقم هتاخد رقم 3، مساك الدفاتر تاخد رقم 1، وريال هياخد رقم 2، واكاونتنج هياخد 4. هشرح لك العبارة كلها. خلاص. رقم 1 is the art of recording business transaction in book. ما هو فن تسجيل عمليات المالية في الدفاتر. الفن ده بسميه عندي book keeping، يعني امساك الدفاتر. السؤال الثاني عندي، السؤال اللي بعد كده بيقول لك الاكاونتنس الحساب are tangible things such as good cars etc. يعني تشمل هو حساب يشمل اصول ملموسة وحقيقية. طبعا 2 هتاخد ده الحساب الحقيقي الريل، خلاص، او الريال. السؤال الثالث بيقول لك الاكاونتنس حساب included بيشمل the expenses and revenues، يعني حسابات اسمية مثل الإيرادات والمصروفات. طبعا الحسابات الاسمية 3 نومانيل ده الحساب الاسمي. واخر حساب عندي طبعا يبقى حضرتك الحساب بتاعي ده هتاخد 1، ورقم 2 تمام هياخد رقم 2، وده هياخد 3، واخر واحد طبعا هياخد 4. يبقى قسمناها 1 2 3 4. بيقول لك is the process of recording عملية تسجيل. classifying عملية تسجيل للمصروفات وتصنيف وتلخيص العمليات. financial information عملية تسجيل وتلخيص المعلومات المحاسبية. decision making عشان لمتخذ القرارات. طبعا دي الاكاونتنج هي المحاسبة، عملية تلخيص وتسجيل وتبويب العمليات المالية لمتخذي القرارات. ودي السؤال الاول انتهى. يلا بينا على السؤال التاني. السؤال عندي question 2 abbreviation الاختصارات. عندي حضرتك هيجيب لك الحرف وحضرتك تكمل الكلمة، ولازم حفظ الكلمات. ومنزل الفيديو دي طبعا 3 صفحات كلمات محترمة احفظها وكده. مادة البيزنس مش هتطلع من بين ايدك. الرمز الاي كابيتال ده معناها الاسيتس اللي هي الاصول. A/C account حساب. A/B accounts payable يعني اوراق دفع. A/R account receivable كمبيالات. ECCTG الاكاونتنج المحاسبة او الحسابات. B/D brought down، و B/F يعني brought forward يعني رصيد مرحل ورصيد منقول. BC اللي هو بالانس شيت، بالانس رمزه البي، والCH الشيت. C/D carried down، و C/F carried forward. CR بعدها دوت كريدت حساب داين.
دي الرمز ده الدكتور، بس هي ديبت، وفي ناس ما بينطقوش البي بيقولوا عليها ديت بس. جي جي اللي هو جنرال جورنال، يعني الجورنال اليومية العامة. اللايبيليتيز اللي هي الالتزامات، او الاونر ايكيوتي حقوق الملكية. بي ات البروفيت اند لوز ارباح وخسائر. بوست دوت ريف يعني بوستنج ريفرنس، يعني حضرتك البوستنج اللي هو النشر او شرح القيد. تي بي يعني ترايل بالانس او ميزان مراجعة. دي كانت اهو 10 و11 و12 و13 و14 في الصح وغلط. دي طبعا كلها الموجودة في الكتاب احنا جمعناها. طبعا ما ننساش لا ننكر ان المجهود الجامد ده عملوا جروب على الفيس اسمه جروب البروفيسور ابو كريم. انا بجدد من هنا تحياتي لهذا الشخص المحترم اللي انا ما قابلتوش قبل كده، لما يسعدني الحظ ان انا اقابله. بس كلنا بنستفيد منه تمام. والورق ده مجهوده الشخصي اللي هو عمله، فمن باب عدم الأمانة العلمية فهو الورق ده خاص بيه بجروب البروفيسور على فيسبوك. من فضلك لا تنسى دعم الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. للتواصل ده رقم التليفون بتاعي. مع تحيات مس هبة فتحي، مدرسة الزهرة التجارية في المنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في انتظار عمل الجزء الثاني من المراجعة لمادة البيزنس، وبعد كده بإذن الله هنكمل السكرتير العربي للصف الثاني التجاري ترم تاني. والسلام عليكم ورحمة الله.